على فكره ملامح الازمه كانت باينه وما عملوش حسابهم، وهم دلوقتي ابتدوا بقى ياخدوا منه القمح بعد ما كان بيحط الشكاير على الطريق ومش عارف يوديها فين. ده في فلاح جالنا هنا بيقول ببيعه بالكيلو، بيجي لي التجار القطاع الخاص دلوقتي. يعني انت لو عملت حزمه عوامل ترفع من اقبال الفلاح على زراعه القمح، التقاوي، الاسمده، الالات، تسويه الارض بالليزر، طب ده مش ده اللي يحتاج منك الدعم ولا المصدرين؟ ايهما اللي يحتاج للدعم؟ انت اتكلفت كام في فاتوره رفع الاسعار العالميه؟ 7 مليار ولا 5 مليار من جيوب المصريين. طب دول لو كانوا اتصرفوا على الارض والفلاح، طب نسبه الارض اللي بتتاكل هنزرع ايه؟ كان الاستاذ نبيل هشوان كاتب مقال في نهضة مصر من 4 ايام بيقول ان احنا خسرنا في مشروع ابو طرطور، واحد المشاريع برضو قال عليها مش فاكرها مش متذكرها قوي، خسرنا 8 مليار جنيه، ارتفعت ل 16 مليار جنيه مع مشروعين التانيين، يبقى في 4 مشاريع بس انفقت فيهم. ده هو بيقول بالارقام، كان الاستاذ نبيل هشوان انا فاكر انا المقال قال خساره 16 مليار جنيه. لو كنا انفقناهم على التعليم، على الصحة، على الطرق البنية الأساسية، لو كنا خدنا منهم جزء للفلاح، أنا بيتهيألي هو احنا ليه تعرف الدكتور جمال حمدان في احنا ليه بنصرف ليه بنصرف الفلوس عشان مفيش حد يحاسب، واحنا عارفين انها لو مقدرة. عندك مجالس نيابية فيها نواب وأغلبية قادرة على الحساب وقادرة على أن تحاسب الحكومة وأن تسقط الحكومة التي تؤدي إلى خسائر وتضر، أمال احنا ليه بنتكلم عن ضرورة عملية ديمقراطية حقيقية؟ لأن لازم حد يحاسب، لازم حد يقول ايه ده، لازم يخطئ. الله، دكتور جمال حمدان بيقول لك في الساحل الشمالي تعرف قد ايه أرض صالحة للزراعة؟ تمام. قد ايه؟ 24 مليون فدان. الخزان الجوفي يا سيدي يقدر يزرع لمدة 135 سنة الأرض دي كلها، طبعا مش هتزرع الأرض دي كلها. ولو نزلت أمطار، وطبعا هتنزل أمطار، لأن من أيام لما كان الرئيس في محور صفة اللبن بيسأل إيه حكاية القمح، وأنا الحقيقة مع كل التقدير لسيادة الرئيس وهو فلاح مصري أساسا، ده القمح أصل الحياة في مصر يا سيادة الرئيس. يعني لو كان بيسأل رئيس الوزراء إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ فقال له أصل ما فيش أمطار، إحنا ما عندناش أمطار ده أنتوا السيول تركتوها تتحول إلى تخريب مصر لما بنيتوا، ده بنوا قرية أولمبية في مخرات السيول وبعدين شالوها، وبنوا قرى الناس على جوانب مخازن لسلع. لا مخازن لسلع هناك اتبنت. مخرات السيول دي لخزن المياه واستخدامها في زراعة موجودة دلوقتي في المعادي. شمال موجودة دلوقتي في المعادي برضه مخرات سيول، مكان لما يحصل فيه سيول هيحضر المياه دي. لا قالوا قال مخرات السيول دلوقتي حطوا فيها انابيب ميه. ما شاء الله. لكن انا عايز اقول لك ان الساحل الشمالي، يعني انت عندك اراضي، عندك حلول 124 مليون فدان، وعندك خزان جوفي تقدر كنت تروي بيه. لا، طب انت عندك تجارب تحلية مياه البحر، هي السعودية مش حلت مياه البحر الاحمر اللي هي اعلى ملوحة من البحر الابيض. طيب انت عندك كام من اراضي الاوقاف؟ نسبة اراضي الاوقاف قد ايه؟ هي فين؟ ليه ما بتتزرعش قمح؟ انا عايز ندور على الحلول. اذا كان الحكومة فشلت، هل لا يوجد شعب؟ هل لا توجد قوة شعبية؟ انا اقترحت في المقال ان نكتتب كمصريين. احنا اكتتبنا بنك مصر، الرائد طلعت حرب ومجموعة الرواد، كان الاكتتاب ايه؟ هم دفعوا نص المبلغ اللي كان عايزه، كان 80,000 مش كده؟ دفعوا اظن 35,000 و45,000 جم بالاكتتاب 4 جنيه للسهم، والمصريين اشتركوا. احد الخبراء الدكتور صلاح جودة فكرني بالاكتتاب اللي عمله البارون إبان عشان مصر هليوبوليس اللي هي مصر الجديدة. طب احنا لو من هنا مثلا، انا بسأل القوى المصرية، انا بسأل المصريين الامناء ساكتين ليه؟ طب لو يعني خدنا على عاتقنا مثلا وقلنا نعمل حاجة اسمها المشروع القومي للقمح، ملامحه ايه؟ يعني اطرح مع حضرتك دلوقتي نعمل حاجة اسمها المشروع القومي للقمح. وكل اسبوع
على عاتقنا برضو نجيب خبراء ومش هنسكت. أنا أرجو وهنظل. شوف، تجاوزنا الكلام فقط إلى الفعل. ولو عملت كل أسبوع حلقة، وأنا مستعدة أن أقدم حصيلة من العلماء والخبراء والأمناء المصريين. مصر مليانة رجال أعمال أمناء، مش بس سارقي بنوك. أنا واثقة قلبهم على بلدهم، وأنا طرحت بعض الأسماء. العلماء الفلاحين، لو اكتتب 3 مليون فلاح، كل فلاح بسهم 100 جنيه 100 جنيه عشان يبقى يزرع القمح ويبقى مطمئن انه هيتاخد منه باسعار طب خليني اذكر بعض الاسماء اللي حضرتك قلتيها. انا ما اعرفش ولا انت، لكن اتذكر الحاج محمود العربي صاحب الصرح الصناعي الوطني الكبير توشيبا. اتذكر المهندس نجيب ساويرس والدكتور احمد بهجت ومؤسس مصر الخير برئاسه مؤسسه مصر الخير، اصحاب بنك الطعام عائله نيل السلام، الاستاذ حسام فهمي، الاستاذ ابراهيم المعلم وغيرهم ممن اعرف وممن لم اشرب بالتمام معرفهم ومن الاشرب. الخلاصه ان مصر تفيد وليست عاجزه ولن تستسلم حرب التجميع. طب والله ناخد على عاتقنا الموضوع. اصل عاوزين نتجاوز، يعني هي خلاصه القضيه ايه؟ نقدر نزرع، نقدر. الحكومه مش عايزه، يعني الدكتور نظيف لحد دلوقتي بيتكلم عن الزياده السكانيه والمصريين. عيب يا سياده رئيس الوزراء، امال الصين والهند عملوا ايه؟ نيجي ايه احنا في العدد؟ هذا يكشف العجز. لو العلماء دول استثمروا والطاقات دي والارض دي والميه القليله اللي باقيه. انا بقول لك سنه 1982 كان في مشروع في اطار صندوق التكامل المصري السوداني، كان مخطط ان على نهايه يعني 1992 مصر والسودان يكتفوا من القمح. وكم دوله عربيه؟ 22 دوله عربيه و12 دولة إفريقية. شوف بقى، لو قام القمح شريان تكامل بين الدول الإفريقية وبين الدول العربية، ده يعني إيه سياسيا؟ ده يعني إيه في التكامل؟ ده يعني إيه كان للدول الإفريقية اللي دلوقتي واقفة تعتبرنا أن احنا لم نكن معها في قضية المياه؟ بيقولوا ان احنا غزاة يعني. كان المشروع طيب لحد ما جت الأوراق المشروع هنا وفي مقر صندوق التكامل المصري والسوداني، وذهبت قوات أمن وموظفين من وزارة المالية وهاجموا الصندوق واستولوا على الأوراق. وأنا أطرح القضية وأرجو سيادة النائب العام المحترم مستشار عبد المجيد أن يتم التحقيق. لا معلش لا ما أصل ده دي لا يعني ايه؟ انا مش فاهم. يعني المشروع لمصر والسودان، المشروع في إطار صندوق التكامل بين مصر والسودان لزراعة القمح في السودان، وتمت الدراسات وخطط التمويل وأعطيت الأرض من السودان مجانا واتفق. والخطة كانت 1992 تكتفي مصر والسودان، ويتكامل المشروع خلال سنوات قليلة لتكتفي 22 دولة عربية، ثم تكتفي 12 دولة إفريقية في إطار هذا التكامل للصندوق. طب مين عامل الفكرة دي أو الإطار ده أو المشروع ده؟ السودان مع مصر، حكومة من مصر، حكومة ولا حكومات. والدكتور يوسف والي كان موجودا وجاءته الأوراق، وذهبت الأوراق الدراسات كاملة لمقر الصندوق. كان فين مقر الصندوق؟ في جاردن سيتي. وذهبت الأوراق كاملة لمقر الصندوق. أوراق المشروع. كل الدراسات أين هي الآن؟ ولماذا لم يكن؟ لا حضرتك تقولي قوات أمن هاجمت مقر، يعني شيء بوليسي كده. يعني أنا أرجو التحقيق فيه وتبينه. الكلام ده قاله لي المستشار السوداني الفاضل محمد عبد الرحمن، واستطيع ان الاتصال به ولدي الوقائع وان يتكلم. ولكن ما الجدوى؟ نحن امه الفرص الضائعه، لان النهارده السودان حلو ايه؟